بسم الله الرحمن الرحيم. هنغير للجهاز اكس اس ماكس بطارية، بس في نقطة مهمة هنتكلم فيها، وهو ان بعد تغيير البطارية او الشاشة السماعة او السنسور او الفيس اي دي بيفصل. دي الفلاتة بتاعة السماعة. لما بتيجي تتشال هي بتبقى ماسكة تحت ولازقة بدبل فيس، بيبقى لازق زي ما انتم شايفين كده. فلازم اللي هو يتشال بحرص جدا، تحط نقطة كحول او تشيل بالراحة جدا، لان بيبقى فيه قطعة تاني اللي هي الكونكتور بتاعها اللي بيبقى ماسك على البوردة. انت طبعا بنشيل الفلاتة دي بالراحة جدا علشان ما يحصلش اي قطع في الفلاتة، ما يحصلش اي ضرر، ما يحصلش اي مشكلة في الفلاتة تسبب لان الفلاتة كلها تبوظ وتفصل سماعة او تفصل سنسور او تفصل فيس ادي زي ما انتم شايفين كده. بتبقى هنا في دبل فيس تحت. فاحنا بقى ساعتها بناخد بالنا جدا واحنا بنشيل الفلاتة دي. ليه؟ لان الفلاتة دي لو باظت هتفصل السماعة، وهتفصل هي فيها اكتر من مكون، فيها الامبيانت لايت سنسور والفلود اليمينيتور بيبقى ماسكين الفيس اي دي، وكمان سنسور المكالمة ممكن يفصل السماعة كلها لو حصل لها اي مشكلة. كل وظائف السماعة او الفلاتة ما بتشتغلش، فساعتها بنضطر ان احنا نجيب فلاتة جديدة علشان ننقل عليها. لو احنا عاوزين نشغل الفيس اي دي ننقل عليها مكونات اللي هي كانت موجوده في الفلاته القديمه، اللي هو الفلود اليمينيتور الامبيانت لايت سنسور مثلا، ننقلهم على الفلاته الجديده، وبالتالي يبقى ساعتها الفيس اي دي معانا اشتغل. وطبعا الصوت هيبقى اشتغل وسنسور المكالمات هيبقى اشتغل عادي. في ناس بقى بتجيلي دايما بعد ما غيرت الشاشة السنسور فصل، بعد ما غيرت البطارية الفيس اي دي فصل. طبعا ده مشكلة عامة بتحصل، ولكن ابتدت بشكل كتير جدا تيجي الفترة دي. موضوع الشاشة أو البطارية ملوش علاقة بالفيس اي دي ولا ليه علاقة بالسنسور. يعني كان في حد سألني من كام يوم إن السنسور مبقاش شغال، وكان حد تاني بيقول لي الصوت فصل. الصوت فصل بعد ما غيرت الشاشة. لا، ملوش علاقة بالشاشة، ملوش علاقة بالبطارية، ملوش علاقة بفلاتة الشحن لو انت بتفتح الجهاز بتغير فيه أي قطعة. موضوع السماعة ملوش علاقة خالص بالموضوع ده. ممكن زي ما انا وضحت كده الموضوع يكون حصل تلف في الفلاتة، حصل قطع في الفلاتة. ممكن يكون الجهاز نفسه بعد لما انت غيرت مثلا وليكن الشاشة وكانت السماعة شغالة، الجهاز مثلا خد صدمة او التانية، فالسماعة اللي هو العلبة اللي فوق، علبة السماعة اللي فوق فصلت، حصل فيها اي مشكلة اي ضرر. ولكن الموضوع ملوش علاقة خالص بالشاشة ولا له علاقة خالص بالبطارية. طبعا احنا بنركب بطارية أصلية تظهر نسبتها اللي هي تبقى 100%، ولكن طبعا بتجيب رسالة اللي هي قطعة غير معروفة. ده أمر طبيعي للناس اللي هي عاوزة تغير بطاريات أصلية تبقى أداء وكواليتي قريب جدا من الخلع، ولكن طبعا تبقى جايب رسالة قطع غير معروفة. طيب لو أنت جايب بطارية أصلية خلع، في معظم الأجهزة بتجيب لك رسالة اللي هي أصلية خلع من قبل. لو انت بقى عاوز تلغي موضوع الرسالة وترفع النسبة، الفلاتة دي بترفع نسبة البطارية، مش بتلغي الرسالة، هي بترفع نسبة البطارية، ولكن بتعمل مشاكل كتير جدا جدا جدا. ودايما بننصح ان انت ما تغيرش بطارية وتركب الفلاتة بتاعت رفع النسبة. عاوز تلغي الرسالة بتنقل الفلاتة بتاعت البطارية القديمة على البطارية الجديدة وبتركب الفلاتة بتاعت رفع النسبة وبتبرمج، بتلاقي ولا في رسالة ولا في أي حاجة، والبطارية نسبتها اترفعت. ولكن ده بيخلي مشاكل كتير تحصل في الجهاز، يخلي الجهاز يقف على لوجو أبل، يخلي الجهاز يجيب 0% وما يشحنش، يخلي حاجات كتير بتحصل. دايما هتغير بطارية، اختار إن يبقى أداء البطارية كويس جدا، أداء فعلي 100%. اختار النظافة والخامة والكواليتي والسعر النضيف، ولا تختار اللي انت تغير بطارية علشان بس ما تبانش الرسالة بتاعتها. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عندك اي مشكلة في جهازك ممكن تبعت لي في الكومنتات وانا هرد عليك، وما تنساش تعمل لايك وفولو لو انت مش عامل لايك وفولو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.